في فرق في افريقيا دلوقتي ما بقتش زي الاول، يعني في اسامي، في دول كمان بتسعى لبناء تاريخ بالنسبه لها، واحنا شايفين المغرب في اللي هي بتعمله على كل مستوياتها في الكوره، مش على فكره الانديه والمنتخبات بتاعتها كمان. فالمغرب عايزه تعمل تاريخ، يعني صحيح. عايزه تعمل تاريخ، لانه في حتى بعض التحليلات عن المغرب تحديدا في كاس العالم، في كثير من التحليلات العربيه اللي قالت انها حاله، هي ممكن تبقى حاله وتروح، وممكن يبقى في تذبذب في مستوى الاداء، الا ان وليد الركراكي محقق معادله صعبه، واعتقد ان هو مش الاستاذ فوزي يعني انت في بصي صاحب يعني انت ممكن في اختياراتك تجيبي ناس كويسه تشتغل كده، بس صاحب الفكره وصاحب المجهود الكبير الاستاذ فوزي. صحيح. لان هو المسؤول عن الجامعه المغربيه، وهو المسؤول عن اتحاد الكوره يعني بتاعهم بشكل كبير. كان في معلومه عرفناها برضو، وكنا هنا في عندكم يعني في القناه المحترمه، ان هو كمان وزير الماليه. يعني انت متخيله بقى وزير ماليه ويرقص الاتحاد الكوره، فهو مسهل امور كتيره بالنسبه لهم. هم عاملين حاجه، عنده فكر سليم، عنده فكر وتخطيط سليم جدا، وراجل قوي جدا. واحنا صحيح. في اوقات كتيره كنا بنتهمه بحته ان هو يعني متحيز، هو تبقى متحيز لبلدك، دي حاجه حلوه بالظبط كده. يعني يا ريت احنا الناس اللي يقدر يعمل زيه بالظبط كده. هم بنوا حاجه كده من فتره وعملوا اكاديميه كبيره، بس اكاديميه تتبناها الدوله، مش اكاديميه بتاعت ايمن ولا بتاعت حضرتك، لا ده اكاديميه تتبناها الدوله، واختاروا فيها مواهب. دي زي كانت فكرتنا في مدرسه الموهوبين والثانويه الرياضيه زمان وكده. هي الفكره موجوده، هم عملوا كده. ومثلا بونو مثلا خريج الاكاديميه دي، فاللعيبه خرجت من الاكاديميه دي، غير اللي مولود في الخارج وبيجي يلعب مع بلده. فالموضوع لذيذ. المنظومه ماشيه بشكل سليم. احنا لغايه النهارده المشروع ينقصنا، احنا بقينا نتكلم وبقينا كلنا نطلق الكلمه دي يعني ونقولها، احنا ناقصنا ده. لان احنا شفنا بلاد عملت حاجه، مثلا لو كان في اوروبا انجلترا عملت المشروع ده، عشان يعني الدوله اللي عملت الكوره في العالم ده ما بتاخدش حاجه. لكن خليني اقف عند مدرب له بصمه، وهو ده اللي بيبان. في حد بيبان من بصمتين ثلاثه، او في حد بيبان من اول بصمه، او حد بيبان بعد 10 ماتشات. تقدر تقيم لي تجربه روي فيتوريا في قياده المنتخب. حلو، انا مع فيتوريا متفائل، بس برضه مش عاوز افرط في التفاؤل. ليه؟ هو انا لعبت مين لغايه دلوقتي قوي؟ ما لعبش حد. ملاوي مش يعني، لا مش ملاوي، يعني ملاوي معلش يعني مع احترامنا كليه وكل حاجه، بس مش ملاوي اللي انا هقيس عليها. بيقولوا لي لاعب بلجيكا وكسبها، بلجيكا اتغلبت من كل الفرق اللي لعبتها. برافو عليك، مش مقياس. انت كده على الزملاء نمر وانت بره وبقى. دي برافو عليك. انت لما تتكلم كده السنغال، كاميرون، نيجيريا، كوت ديفوار، الجزائر، تونس، المغرب. لا المغرب دي حطها حته لوحدها. عندنا كسبنا المغرب في كاس الامم الافريقيه. يا ده جون بقى كده. مش كسبناهم؟ كسبناهم، بس كان جون بقى يعني كده. طبعا احنا سعداء بالتجربه وسعداء اللي بيعملوه، لكن عملنا عليه مباراه جيده. بس المغرب كسبنا البرازيل اخر مره 2-1، وما ادراك من البرازيل. طب احنا عمرنا ما كسبنا البرازيل. يعني نسمع عنها بس يعني كده سلوجان وخلاص، لكن البرازيل فاكر في كاس القارات عملنا عليهم ماتش هايل. ماليش علاقه، التاريخ بيقول لك ايه؟ انت ما كسبتش. اول فريق عربي يفوز على منتخب البرازيل. وايه بقى وعاملين جيم وعيال كبيره وحاجه في الملعب تفرحك، وانت قاعد كده لا في الملعب في وحوش يا عم. صوت الاطلس بجد يعني. فانت بتتكلم في ايه؟ لكن بتيجي تقيم في فيتوريا لا، مع الناس الكبيره بقى زي ما كده المغرب، زي ما انت قلت، الجزائر، تونس. ايوه انا معاك في كل ده، بس حتى المباريات دي كنا بنخاف منها. احنا خرجنا من جنوب افريقيا في كاس الامم الافريقيه في مصر 2019. لا يعني في مباريات، هو احنا عمرنا خرجنا في دور 16 بنلعب على ملعبنا ده. احنا كنا يا هناخد البطوله يا بنلعب فاينل، مفيش بديل غير خفيف الاجير اللي كان بيدرب ساعتها. طيب مين جاب خفيف وايه السي في خفيف الاجير وايه توفرت له؟ كل ده كان قوامات فشل قبلها، خلي بالك. عندنا مباراه بقى بتهم الاهلي وتهم الجماهير المصريه وتهم كل عشاق الكوره، الرجاء والوداد. انا قلت ان الاهلي هيقابل يا الرجاء يا الوداد يا الترجي، واحد من الثلاثه دول. الرجاء والوداد او الرجاء والوداد هيلعبوا مع بعض. امتى هيلعبوا مع بعض؟ يوم الاربعاء الساعه 12 مساء. ده في ايه؟ في الاسبوع رقم 21 في الدوري، مركب محمد الخامس. الوداد موقفه افضل من الرجاء، الوداد 42 نقطه في المركز الثاني، جيش الملكي في الصداره، والجيش الملكي يعني عمل عروض رائعه الحقيقه السنه دي في الدوري المغربي وفي الكونفدراليه كمان. الرجاء المركز الرابع 33 نقطه، والرجاء يعني العكس بقى بيتالق بره في افريقيا ومحليا مش قوي. تذاكر غاليه جدا في الماتش ده لدرجه انه 100 درهم للدرجه الثالثه او المدرجات المكشوفه، 200 درهم للدرجه
المغطاه الدرهم 3 يعني ب 600 جنيه و300 جنيه، ده التذاكر العامه يعني. الاهلي كده 10 نقاط، صن داونز صداره المجموعه 14 نقطه. المجموعه الاولى الوداد فيها واصل الانتصارات وفاز على شريط القبائل الجزائري 3-0، تصدر المجموعه ايضا عن جداره 13 نقطه، القبائل 10 نقاط. المجموعه الثالثه تاهل منها الرجاء 16 نقطه، وده اعلى رصيد من نقاط خلال مشوار جميع الفرق. سيمبا التنزاني في المركز الثاني 9 نقاط، الترجي 11 نقطة في المجموعة الرابعة، وشباب بلوزداد 10 نقاط في المركز الثاني. القرعة ستجرى يوم الأربعاء القادم في القاهرة. قرعة إيه؟ قرعة الدور ربع النهائي لدوري الأبطال والكونفدرالية. النادي الأهلي هيقابل مين؟ السؤال اللي طبعا كتير منكم هيسألوه. الأهلي لن يلتقي مع صن داونز لأن القرعة ما بتاخدش نفس الفريق اللي كان معاك في مجموعتك تاني. يبقى الاهلي يا يلعب مع الوداد او الرجاء في المغرب. هيلعب الذهاب فين؟ هيلعب الذهاب في القاهره. اللائحه بتقول انه الثاني بيستضيف مباراه الذهاب على ملعبه، اللي بيبقى متصدر بيستضيف العوده على ملعبه، وبالتالي يبقى الاهلي يبدا يا اما الوداد يا اما الرجاء او الترجي الرياضي التونسي. مباراه الذهاب هتكون في 21 ابريل غالبا في القاهره. مباراة العودة هتكون في الدار البيضاء أو تونس، خلاص مفيش مفر آخر، يا في الدار البيضاء يا في ملعب برادس تونس العاصمة. طيب فنيا مين الأفضل للأهلي؟ ده اللي هتكلم فيه بقى مع الكابتن أشرف الموجي. هل الأفضل للأهلي الوداد ولا الرجاء ولا الترجي؟ ترتيبهم فنيا. أنا سألت، كان معايا أول امبارح لو تفتكروا حضراتكم، كان معايا كابتن عاطف عطية، وعاطف عطية محلل متميز وكان لاعب سابق في فرق ناشئين في الأهلي، وسألته نفس السؤال أي الفرق الأفضل لمواجهة الأهلي؟ فقال لي الرجاء هو الأفضل لمواجهة الأهلي من بين هذه الفرق في الدور التالي. فيبقى كده الأهلي هيلتقي مع إحدى الفرق اللي احتلت مقدمة المجموعات اللي هي الوداد أو الرجاء أو الترجي الرياضي التونسي. طيب القبائل مثلا، وهو تاني مجموعة، يلتقي مع صن داونز أو مع الرجاء أو مع الترجي. سيمبا يلعب مع صن داونز أو الوداد، أو الترجي بلوزداد يلعب مع الرجاء أو صن داونز أو الوداد. يبقى تاني، يبقى الأهلي هيلعب في المغرب يا يلعب في تونس، خلاص ما فيش حل آخر. الذهاب فين؟ الذهاب في القاهرة. العودة فين؟ العودة خارج القاهرة. صن داونز عنده مشكلة كبيرة جدا. صن داونز دايما يبدأ بدايات رائعة، وفي الدور التمهيدي نتائج وسكور عالي جدا. دوري المجموعات نفس الشيء، وبدءا من الدور ربع النهائي والدور نصف النهائي بتلاقوا فريق تاني خالص، خاصة لما بلتقي مع الفرق المغربية. هو حظه سيء جدا مع الفرق المغربية. صن داونز لحسن حظه لن يلتقي مع الفرق المغربية. صن داونز يلعب مع القبائل يا سيمبا يا بلوزداد. في لعيب امبارح في مباراة الوداد تألق، ولاعيب مميز جدا، سامبو، وهو لاعب سنغالي عمره 24 سنة وسجل هدفين من الثلاثة. والحقيقة دايما فرق شمال افريقيا عينها كويسة قوي في اللاعبين الافارقة. احنا عندنا الحقيقة اللي نجحوا لاعبي شمال افريقيا في السنوات الاخيرة. اللعيبة الافارقة عندنا بقى لهم فترة الحقيقة يعني، او بيبقوا فرز ثالث او فرز رابع، ففرص نجاحهم بتبقى ضعيفة جدا. لكن بتوع شمال افريقيا للأمانة نسب نجاحهم فوق 70%.